الذين سبق أن التقينا قبل 4 سنوات في كأس العرب هناك في قطر. لقينا في كأس العرب وأول مرة غنشوفوا عنده في تيران زعما في قطر. والآن أنا أجيت لعندك ورب الكعبة ورب الكعبة إني موجود في المغرب يا إخوان. أول مرة في حياتي باجي على المغرب. عادل، كي جاتك المغرب؟ لم أتوقع، آسف على صراحتي، توقعك يعني ما توقعت إنه بلد متقدم ومتحضر لهذه الدرجة، وعندكم الامتزاج العربي والأمازيغي بطريقة رهيبة جدا، وعندكم قوة معمارية حضارية. بس حسيت إنه كأنه كل ولاية فيها طريقتها الخاصة، طبيعة بنيانها الخاص. المغرب عنده تنوع ثقافي، يعني كل مدينة عندها ثقافتها تقريبا، عندها لهجتها، عندها ألوانها. يبدو عندكم لهجات مختلفة، صح، ويبدو انكم عندكم لهجة الجميع اتفق عليها اسمها الدارجة. المغرب تستعد لاحتضان العالم يا اخوان في عام 2030. بالرغم التحدي عالي على اسبانيا والبرتغال المشاركان في التنظيم في كأس العالم إلى جانب المغرب، ولكن استعدوا في نهاية هذا العام فالمغرب يحتضن القارة الأفريقية، وما هذه إلا فقط منشأة من منشآت جهزتها وحضرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ملعب مولاي عبد الله الذي يحضن 65,000 متفرج يا إخوان. أشعر وكأني موجود وبثت في روح كأس العالم قطر 2022. منشأة رياضية عالمية مبهرة. نعم، قالوا لي ولم أصدق إلى أن شاهدوا أعيني. نحن أمام المنشأة الرياضية الأجمل والأحدث في القارة الأفريقية. مبروك للمغرب، مبروك لنا جميعا ما تحضر المغرب من إبهار للعالم بمنشآت رياضية، وما هذه إلا منشأة من منشآت قادمة. اليوم المغرب والنيجر، وإن شاء الله إلى المنشأة. This time the trophy is our dream. هذه المرة الكأس هو حلمنا. لن نرتضي ولن نقبل بالمركز الرابع. هذا هو شعار المنتخب المغربي في لقاء اليوم. هذا هو أسد أطلس وهو يحمل كأس الأمم الأفريقية. الشعار كأس الأمم الأفريقية. يبكر الكلام عن كأس العالم. الكلام عن كأس الأمم الأفريقية في نهاية هذا العام. كل شيء بيأكد أن احنا أمام تجربة استثنائية. المغرب بالطريق إلى العالمية يا إخوان. ما تفعل المغرب وما تعد العدة له الآن لإبهار العالم. الأجواء اللي أنا بعيشها الآن في الملعب في هذه المنشأة الرياضية ملعب مولاي عبد الله، الأجواء اللي بعيشها كشخص عشت كأس عالم، عشت تشامبيونز ليج، عشت كوبا ليبرتادورز، سافرت وجيت، الأجواء، التصوير، الملعب مونديال، أجواء مونديالية يا إخوان. استعدوا، ما هذه إلى البداية والمغرب يعد بالكثير. هون يا إخوان بيجوا اللاعبين، هون نومهم وقومهم، وهون أكلهم، وهون راحتهم واستجمامهم، وهذا الملعب اللي بيتمرنوا فيه اللاعبين قبل الذهاب للمباريات. هون بيعيشوا اللاعبين، هون المعسكري بيكون، هون الحياة يا إخوان. هذا هو مركب محمد السادس الخاص بلاعبي ومنتخبات المنتخب المغربي. من هون استعدوا لمباراة الأمس اللي كانت مع النيجر، ثم انطلقوا صوب زامبيا للمباراة القادمة. سلام يا اخوان، لما يكون المنتخب عنده تاريخ فيذكر لك التاريخ وتتوقف عند الناصيات
وتقرأ عن البطولات. كأس العالم تحت 17 هناك كنا شفنا كأس العالم 94، هناك مونديال القرن كأس العالم فرنسا 98 عندما أبهر المنتخب المغربي العالم كله بتعادل الأول مع النرويج، زي ما انتم شايفين الأهداف ما سجلها حاجي وهدى، ثم خسارة من البرازيل، بعد ذلك فوز ساحق ماحق ضارب على اسكتلندا بالثلاثة يا إخوان، بصير هدى بصير. ثم كانت المؤامرة الكبرى عندما البرازيل تآمرت مع النرويج لإخراج المنتخب المغربي من مونديال 1998 بعد ما كان من أجمل وأروع المنتخبات. هذا هو المنتخب أمامكم يا إخوان، هذا هو الجيل الذهبي اللي كان في نهاية التسعينات للمنتخب المغربي. لن ننسى، إن نسيتم نحن لا ننسى. ركلة الجزاء للمنتخب الفرنسي على المنتخب الدنماركي تسبب بها وسينفذها صابر الشاوني.